السلام عليكم. هو الصوت واضح كده عشان نبدأ على طول إن شاء الله؟ حد كده يأكد علينا في السريع. خلاص تمام زي الفل. هو دلوقتي بالنسبة هو على ما عشان بس اكتشفت مؤخرا إن مفيش إشعارات بتجيلي والميتنج شغال، فدي بس هفتحها كل شوية عشان لو في أي كومنت، لأن على الأغلب يعني مش بناخد بالنا من أي كومنتات غير في الآخر خالص. فالمهم دلوقتي هنجيب يعني زي إيه، مش هنقول أمثلة على قد ما هو بالفعل الحاجات المؤكدة اللي ممكن تكون موجودة في المستقبل. تمام. إجابة على بعض أهم الاستفسارات اللي تخص الديجيتال ماركتنج بالكامل، لأن موضوع النهاردة ما يخصش الاس اي او بالتحديد، هو موضوع يمس الديجيتال ماركتنج كاملا، وبالتحديد يعني الميديا بايرز والاس اي او بوجه الخصوص. وبالاخص ان لو متابعين مؤخرا بدات ادخل شويه في الميديا باينج معاكم، يعني مش بفصل الاس اي او، لان انا كده كده بشتغل الاثنين. فالبعض كان طلب الموضوع ده يعني ندخلها معاها بالمره يعني، بس انا كنت بفضل الاس اي او لان هو آم، الحاجات الادفانسد فيه مش منتشره بقدر الميديا باينج، ليه سورسز في كل حته، فهندخل الاثنين بشكل معقول يعني. تمام. دلوقتي هنعدي على كام بوينت اساسيه، تمام، وهنجاوب على بعض اهم الاسئله، تمام. وفي كل الحالات برضو كده انا هفتح شويه كل شويه الشات هنا عشان لو في اي حاجه اتبعتت نلحق ناخدها. وهنعدي على كام نقطه تانية مهمين جدا يخصوا موضوع اهم التولز واهم او التوجه اللي هيكون في السيرش انجن بالكامل هيكون عامل ازاي. تمام. ده ان شاء الله هيبقى بنسبه 99 100% ان شاء الله. تمام. ولحد ما نلف خالص على بعض الامثله السريعه وازاي شكل الموضوع ده هيكون عامل كده. واخيرا لحد موضوع الميديا باينج وكام تغير سريع كده، لازم حتى لو انت مش بتشتغل كذا ميديا باير يعني لازم تكون عارف الحاجات دي برضه، لان كده كده يعني لازم كل الديجيتال ماركتنج مرتبط ببعض يعني. تمام. فنثبت دي هنا عشان ما نسقطهاش. دلوقتي هناخدهم كده ايه واحده واحده من الاول من فوق خالص. تمام. اول حاجه هنجاوب على اهم سؤال واكتر سؤال بنسمعه، يعني والله على ما اتذكر من 2015 الاس اي او بيموت. لازم يعني لو ناس دورت في جوجل دلوقتي وعملت الفلتر في التواريخ القديمه هتلاقي الاس اي او بيموت من 2015، متذكرين من وقتها. بل العكس، الاس اي او في نمو مبالغ فيه اصلا السنين اللي جايه. تمام. بس الفكره ان اللي بيطلع بالاخبار دي يا اما ناس بتوع ترندات، تمام، يا اما ناس عاوزه تجيب تفاعل يقول لك شاركنا برايك، هو عاوز يلم شويه ريتش من الاخر يعني من غير ما نضحك على بعض يعني. تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ الفكره دلوقتي ان الاس اي او مش هيكون، انا جايب لكم مثال بكلمه جراب ايفون 16 اللي هو احدث حاجه موجوده، مش ما كانش في بالي حاجه حديثه يعني، بس انا اخترتها عشان اعرفكم ليه اخترت حاجه حديثه بالتحديد. لان كان في عجز في كل الاي اي مودلز من فتره، ان الداتا اللي كانت بتجيبها كانت داتا قديمه. كان مشكله كبيره في الاي اي ان هو مش ريال تايم. يعني من الاخر ايه، مثلا شات جي بي تي الموديل الاولاني خالص كان متدرب على داتا قبل 2021، والموديل المدفوع لما كان نزلوه يعني وقتها يعني ما كانش برضو بيجيب احدث حاجه ريال تايم، لا كان برضو متاخر مثلا شهر شهرين على ما البوتس تبدا تحلل والكلام ده كله. تمام. فانا اتعمدت اجيب السيناريو ده عشان هنطبق عليه دلوقتي كذا حاجه مع بعض. تمام. فدلوقتي موضوع موضوع الاس اي او الكلام ده كله باختصار شديد، اللي هيحصل ان اغلب الترافيك اللي هيجي من المواقع هيكون اساسا من الاقتراحات الاي اي. طيب ازاي ده هنعرفه قدام هنا. تمام. البوينت اللي بعدها. بالظبط بالظبط جدا. ده اصلا هم اعلنوا من فتره ان تحديث خلص وبداوا تحديث تاني اول امبارح اول ما التاني خلص اصلا بيسلموا بعض. تمام. طيب بالنسبه للبوينت بتاع التغيرات اللي هتحصل في الادز وكده، برضو لو حد برضو من اللي موجودين شغال برضو كميديا باير وكده هيلاحظ جدا واحده من اكتر الحاجات اللي حصل في الفتره اللي فاتت بالاخص مع نوع من الكامبينز زي البي ماكس والجمهور الادفانتج بلس ده. تمام. ان الموضوع بقى يعتمد على الكرياتيفيتي اكتر، ان انت ازاي تعرف توصل الرساله الاعلانيه بتاعتك بشكل محترم جدا. تمام. ولو سبت ميتا بلاتفورم او ايا كان البلاتفورم اللي انت شغال عليها، هم بالفعل هيشوفوا مجراهم وهيوصلوا لك للجمهور اللي انت محتاجه باقل جهد ممكن. الموضوع بقى معتمد على الكرياتيفيتي، وانت ازاي توقف ده امتى، تشغل ده امتى، تلعب على الادسيتس بتاعتك والكلام ده كله. تمام. دي زي مقدمه سريعه، والتفاصيل طبعا هناخدها في الكام ورقه اللي قدام دول يعني. تمام. فدي واهم بوينت في الصفحه دي تقريبا هو موضوع الاس اي او بيموت والكلام ده كله. لا تمام. ممكن برضو حاجه انا افتكرتها دلوقتي وانا بتكلم، هتلاحظوا انتشار كبير الحاجه بيسموها اي اي او اللي هو السيرش انجن هيكون عباره عن الانسرز بتاعت اليوزر. ما فيش الكلام ده.
تمام، خلينا يعني هو بس ايه، هي مجرد حاجات مثلا كل حد بياخدها بيصيغها باسلوب اخر وبيحطها. تمام. ارض الواقع مش بيقول كده بشكل محدد يعني، لان برضو ستيل احنا عندنا مستخدمين قد يكونوا محتاجين شيء، مش كل الناس هتكون محتاجه اجابه والكلام ده كله. تمام. عندنا برضو الموضوع المنتشر بتاع ان انت تهيئ موقعك للمستخدم اللي بيبحث اسمه ايه، بالبحث الصوتي مثلا. تمام. ده برضو هنعرفه قدام ان الحاجات دي بدات تختلف شويه. تمام. يمكن الكلام ده كان من فتره، بس مع موجه الاي اي واللي بيحصل فيها فهيتغير. طيب المهم دلوقتي عندنا الساحه فيها مئات المنافسين، مش هنقول عشرات، لا مئات المنافسين. تمام. بس اذا هنتكلم عن اقوى 3 منافسين واشهرهم واللي هيكونوا موجودين في الساحه، وما اعتقدش ان حد هيخش معاهم، ولو حد دخل هياخد حصه ضعيفه جدا. تمام. فهم 3 دول، عندنا شات جي بي تي، وعندنا جيميناي بتاع جوجل، وعندنا ميتا اي اي بتاع ميتا بلاتفورم. تمام. ميتا اي اي ليه وقفه كده قدام، وقفه مهمه جدا جدا. تمام. فهناخدهم واحد واحد كده ونتكلم على كل حاجه فيه. تمام. اول حاجه هناخد شات جي بي تي الاول، وايه اللي بيعمله شات جي بي تي بالتحديد. تمام. دلوقتي لما نيجي نتكلم عن شات جي بي تي وعن اللي كان بيحصل الاول، اول حاجه تخلي بالك منها لما نيجي نقف هنا كده. تمام. نيجي نعمل العلامه بتاعت السيرش دي، لو واخدين بالكم بدا يجيب لي هنا الترندات. على فكره دي تقليد لجوجل بشكل صريح. طيب هل شات جي بي تي سيرش انجن عشان اساسا ان هو يجيب ترند؟ لا. اللي حصل هنا ان شات جي بي تي بيعتمد على الداتا بتاعته من بينج، فبالتالي لما تيجي تقف في بينج هنا هتلاقي بالفعل ان الترند اللي موجوده في بينج مسحوبه لشات جي بي تي، رغم ان هم مش مصرحين بالموضوع ده خالص بالترندات وكده، بس دي جت بالملاحظه مع الفتره اللي فاتت لما كنت مركز مع الموضوع ده جامد يعني. تمام. عندنا اغاني حزينه، طبعا هو مش جايبهم كلهم، بس جايب السجن ده وجايب اغاني حزينه، وما اعرفش جايب ايه تاني كده. كومنت برومبوت، هو بالفعل جايبهم كلهم يعتبر. تمام. فاصبح دلوقتي اول بوينت، اول حاجه نستشفها من الموضوع ده كده بشكل سريع، دي برضه هاجاوب عليها في الآخر، حاضر. تمام. بالنسبة للpoint دلوقتي اللي كنا بنتكلم فيها لما يخص موضوع الترندات وكده، فأنت دلوقتي أصبح الناس كلها بالكامل حرفيًا يعني، أنا عاوز أقول لكم أنا اشتغلت والله العظيم في بعض الشركات أو بعض المواقع عمرها أكتر من 5 و6 و10 سنين، ولحد دلوقتي ما يعرفوش حاجة اسمها Bing يعني نهائي، متخيلين؟ ولا عندهم Bing Webmaster Tool، ولا مسجلين عليه، ولا بيتابعوا الدنيا فيه، ولا أي حاجة. كل حاجة بالنسبة لهم جوجل بس. الاس او بالنسبه لهم جوجل بس. لا، الموضوع غلط خالص. تمام. ده الاس او عندك بايدو في الصين، ده ليه قصه تانيه تبع الشغل الصيني والكلام ده كله، لان جوجل مش متواجده اصلا في الصين، عندهم حاجه اسمها بايدو. تمام. وعندك الباقي معتقد ان هو جوجل بس اللي موجود، لا بس الموضوع مش كده. تمام. عندك بينج منافس قوي جدا جدا، وفي بوست كنت منزله من كام يوم على لينكد ان، الترافيك بتاع بينج وعدد زواره بدا يزيد بشكل مرعب، يعني بدا يتضاعف سنه في الثانيه في الثالثه. تمام. الحصه بتاعته كانت 2 3% على ما اتذكر، والله على ما اظن دلوقتي وصلت 6، مش فاكر الارقام تحديدا، بس المهم الحصه بتاعته بتزيد بشكل ملحوظ يعني. تمام. فاول بوينت تركز عليها موضوع ان انت تكون متواجد على بنج. موضوع ان انا عشان اشوف ترتيبي اسيرش في جوجل بس كده، ده مش صح. جوجل مش مقياس لوحده دلوقتي موجود. تمام. طيب ليه كده؟ لان عندنا 2 من اكبر اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في موجة الاي اي، شات جي بي تي وميتا اي اي، يعني مطنشين جوجل تماما، مركزين على بينج فقط. كل الداتا اللي بيجيبوها من بينج. طبعا هنعرف بامثله على الكلام ده قدام. تمام. فدلوقتي انت ترتيبك لما تشوفه في بينج بنفس اهميه ترتيبك لما تشوفه في جوجل. طبعا جوجل لها اليد العليا ولها الترافيك الاكبر ولها الاهميه الاكبر، طبعا محدش يقدر ينكر ده، بس مش معنى كده تهمل بينج. طيب ايه هي العوامل الرانك بتاعت بينج والكلام ده كله؟ تمام. هو انا كنت قايلها في فيديو قبل كده، انا حاطه في البرزنتيشن قدام شويه، بس ممكن نعدي عليهم في السريع. تمام. من ضمن بعض العوامل ان بينج بيعتمد على السوشيال سيجنال اكتر من جوجل. تمام. هعدي عليهم بالسريع كده، انا اصلا كده مش كاتبهم اصلا، بس هعديهم معاكم في السريع. تمام. بينج بيركز على السوشيال سيجنال جدا. بمعنى دلوقتي مثلا لو انا عملت شير لاي برودكت عندي او اي ارتكل مثلا عندي، وبعد ما عملت له شير رحت انا بعدها بفتره بدا يجيب لي ترافيك كبير، او بالتحديد تفاعل كبير على السوشيال ميديا، طبعا سواء فيسبوك تويتر او ايا كان البلاتفورم. تمام. بينج بموضوع السوشيال سيجنال ده بيفرق معاه جدا مقارنه بجوجل. تمام. هيلاحظ الناس ده اكتر الناس اللي شغاله على المواقع دي عندهم بيدجات كبيره جدا، وعندهم على تويتر ولينكد ان عندهم الناس البراندات بالتحديد يعني. هتلاحظ دايما ان الحاجات اللي بيكون عليها تفاعل على السوشيال ميديا بتلاحظ ان بينج ترتيبك اعلى من جوجل مئات المرات. تمام. عندنا موضوع الكميه في الباك لينك، يعني دايما رغم ان خوارزميات بينج بيحاولوا يطوروها ويحسنوها، بس ستيل في موضوع السبام فجوجل اشطر.
في اكتشافه كده يعني. فدايما بتلاحظ ان الناس اللي راصين كميه باك لينكس كبيره على جوجل معتمده بالكم مش بالجوده. بينج رغم ان هم بيعالجوا الموضوع ده، طبعا مش معنى كلامي ان انت تروح ترمي كميات عشان تحسن نفسك في بينج، لا انت العكس، انت هتقع في جوجل، وده طبعا غلط. جوجل اهم، تمام، اهم في الوقت الحالي طبعا، قدام الله اعلم ايه اللي هيحصل وكده، تمام. بس الفكره انك تخليك وسط شويه. بينج كميه الباك لينكس اللي موجوده وبالتحديد الريفيرنج دومين بتفرق، تمام. عندك بعد كده البوينت اللي بعد كده موضوع الصور. بينج برضو مهم جدا في سيرش الصور، تمام. ممكن اديكم مثال بسيط. عندنا مثلا البتاع ده كده اللي فيه كام صوره موجودين وكام نتيجه، تمام. لو جيت هنا على بينج كتبت نفس السيرش كويري دي مثلا هنا، تمام، ولقيت هنا، لاحظ انت بينج معتمد بشكل كبير على المحتوى المرئي، على التغذيه البصريه زي ما انتم واخدين بالكم. عندك هنا شويه سلايدات صور، قال لك خد شويه فيديوهات، قال لك خد فيديو كبير وما اعرفش ايه صغير وما اعرفش ايه هنا، وقال لك خد التقسيمات دي، تمام. بينج التغذيه البصريه معتمد عليها بشكل اكبر من جوجل بمراحل، تمام. رغم ان اصلا دي انا مجربها معاكم حالا، يعني لو انت جربت سيرش كويز مثلا تانية وحاجات انت مثلا شغال فيها وكده، بنسبه كبيره هتلاحظ ان التغذيه البصريه مركز عليها بينج. فدلوقتي ادائك في الصور قادر ان هو يحسنك في بينج. تخيل الموضوع يعني بعيد ازاي ده عن ده، تمام. البوينت اللي بعد كده موضوع وجود الكيورد بنفس السنتكس بتاعها، بنفس التركيب بتاعها بالملي، تمام. يعني مثلا جوجل بتعتمد على الفكره الدلاليه للكلمه، بمعنى مش لازم ان انا احط كلمه جراب ايفون 16 بنفس الشكل، تمام. جوجل ممكن مثلا جراب ايفون 16، جراب ايفون 16 بالعربي مثلا، يعني مجرب حاجات عشوائيه 16 كده، تمام. فجوجل هتلاحظ انك لو بتغير في الاشكال دي بشكل متواصل، الترتيب مش بيتغير جدا. في بينج في بعض الحالات بيتغير بالكامل، تمام. وبينج كانوا اعلنوا من فتره ان هم بيحلوا المشكله دي، هم عاوزين يوصلوا لمرحله الكفاءه دي في جوجل، لان طبعا مش منطقي ان انا كل ما المستخدم يغير حرف في الكيورد او يشيل كلمه او يحط كلمه ان انا ترتيب السيرب بالكامل يتغير، فده مش منطقي. فبينج شغالين عليها، واعتقد قريب جدا جدا هيصلحوها، لان بالفعل في الوقت الحالي المشكله ما بقتش مؤثره جامد يعني، تمام. فده كده اهم كام بوينت نقدر نتكلم عليهم على بينج. الباقي هتلاقيهم في فيديو تاني عشان بس ما نطولش يعني، هو كده كده انا حاطط اللينك بتاعه هنا كده كده يعني، تمام. الحاجه اللي بعد كده موضوع جلب داتا اتكلمنا عليه، تمام. موضوع الاعتماد على الخرايط، تمام. طبعا انا في فيديو برضو منزله من فتره على موضوع الخرايط، وكنت اكدت برضو ليه الخرايط بيعتمد عليها التولز دي، تمام. في حاجه لازم تكونوا عارفينها، تمام. جميع الشركات دول رغم ان ما بينهم وما بين جوجل كسيرش انجن عداوه، لان هو واخد اكبر حصه سوقيه تقريبا، بس هم بيحاولوا برضو يشوفوا مصلحتهم، تمام. عندك جوجل ماب اقوى منافس، وما توقعش ان هيكون له منافس تماما في العالم، تمام. عندك ابل رغم سيستم الاي او اس، رغم مليارات المستخدمين في العالم وكده، تمام. ستيل حتى هذه اللحظه ناس كتير معاهم ايفون برضو ومش بيستعملوا ابل ماب، كله بيستعمل جوجل ماب، لان بالفعل كم الخواص وكم المميزات اللي في جوجل ماب احسن بمراحل. فبالتالي شات جي بي تي اتذكى، وما كانش مش بيجيب ماب كده من بنك، لا بيجيبها من جوجل، تمام. طيب فانت مثلا هنا لو جيت على انا بقى هجرب بقى دلوقتي حاجات كده معاكم، تمام. ده مثال كنت عامله من فتره، تمام. افضل محامي، هو كده كده النتائج بتتغير وبتطلع، بس هنجرب مع بعض برضو، يمكن تطلع يمكن لا. افضل محامي في السعوديه، لان دي الحاجه اللي انا كنت جربتها وكانت جت معايا، كنت منزلها في بوست من كام يوم. هو غالبا كده هيجيب المابس فعلا. اه بصوا كده فعلا جاب الماب بالفعل. بصوا لو واخدين بالكم من تحت هنا، يعني بينج حرفيا كنسل الشغل بالكامل، كنسل السرب بالكامل على عكس عادته، وراح جاب الداتا بتاعته من الخرايط بس، تمام. وما رضاش يجيبها من اي مكان تاني، وجابها من مصدر واحد تقريبا اعتمد عليه، تمام. فدلوقتي موضوع التواجد على جوجل مابس والتواجد القوي بيدعم جدا احتماليه ان الاي اي موديلز بالكامل يبداوا يرشحوك للمستخدمين، تمام. علما ان ده اجابه على اول سؤال كنت انا حاطه في الاول هنا، تمام. اغلب الترافيك اللي هيبدا يجي للمستخدمين في المستقبل، تمام، هيكون من هنا بالشكل ده. انت ليك تواجد قوي على كل السوشيال ميديا وعلى السيرش انجن بالكامل والكلام ده كله، هتكون تحت رحمه ان الاي اي موديل اللي اليوزر بيدور فيه يبدا يقترحك للمستخدم بالشكل اللي انت شايفه ده، ومن ثم المستخدم يزورك من هنا فيجي لك، تمام. فانت دلوقتي تسمع يعني حاجه، يعني الواحد بيتضايق ومش بيعرف ان هو يرد على الحاجات دي كلها. تقريبا كل السوشيال ميديا احذر الاي اي موديلز عشان بياكلوا البروسيسور بتاع الهوست بتاعتك، ده مش منطقي، تمام. لو حد متابع الماركتنج والديجيتال ماركتنج وبعض اشهر الشركات، كان في شركه منافسه لكوكاكولا من زمان، الكلام ده قبل سنه 2000،
تمام، كانت شركة مشهورة يعني، فكانوا وقّفوا إعلانات، اتغمروا يعني أو ما تأقلموش مع التوجه الجديد، تمام. عندك شركة تانية شركة كوداك، دي أشهر شركة بيتضرب بيها المثل في الموضوع ده، اللي هم ما تبنوش فكرة الكاميرات الديجيتال وكانوا عاوزين فكرة التحميض والكلام ده كله، لو حد عارف القصة يعني دي، تمام. هم أصرّوا على إن هم يكونوا على نفس السيستم القديم حالة من الإنكار الشديد إن لأ، ما فيش حاجة هتتغيّر، واللي حصل إن الشركة قفّلت تمامًا رغم إنها كانت عملاقة في الموضوع ده. قصة الشركة ملهمة ولذيذة لو حد حابب يبحث عنها يعني. فدلوقتي أنت مش منطقي تروح تحظر الAI models من موقعك، لإن أصلًا كل الtraffic اللي هييجي لك بعد كده، طبعًا مش كله حرفيًا يعني، أغلبه هييجي لك من الAI models بالشكل ده، تمام. أنت مثلًا عاوز جراب نفس بقى الsearch query اللي إحنا بنجرّب بيها دلوقتي، تمام. أنت دلوقتي كuser أغلب الناس في المستقبل هتبدأ إن هي تدوّر بالشكل ده، طبعًا مش كلّهم بس إحنا بنتكلم على نسبة كبيرة، طبعًا ميتا محتاج تسجيل فأنا سايبه كده إيه عشان بس للتعريف يعني، تمام. لمّا تيجي هنا بُص واخدين بالكم إيه اللي حصل، بدأ يsearch وبدأ يجيب لي data من السيرب ويعرضها لي للمواقع، تمام. فأنت دلوقتي لو أنت حاظر الAI model بتاع الmachine learning بتاع Gemini أو بتاع ChatGPT، فأنت اللي هيحصل إنك هتلاقي نفسك مش موجود في المكان ده أصلًا، فأنت بتخسر جزء من الترافيك المحتمل. شايف دول؟ أنا مثلًا لو عندي نية إن أنا أشتري حاجة زي دول، فأنا كمستخدم ممكن مثلًا ده عجبني شكله، ممكن أدخل هنا، تمام، ممكن أدخل أكمّل بقى scroll وممكن أشوفه ما أعرفش إيه، تمام، وهكذا، تمام. فهو ده التوجه، تمام. عندك ChatGPT بُصّوا واخدين بالكم اللي حصل، راح دَوّر في النت الأول على فكرة ChatGPT وGemini كانوا أغبيا، كان بيقول لك يعتبر الجراب من أشهر كان كلام عبيط كده، لأ هو دلوقتي فَهَم إن أنا دي نيّة شراء أو نيّة مثلًا أتعرّف على حاجة، فراح دلوقتي قال لك خلاص خُد عندك، خُد ده من 2B، عندك خُد ده من Amazon، خُد ده من Amazon، خُد ده من Amazon. لو واخدين بالكم هو ركّز على البراندات وطبعًا هنعرف ده ليه قدّام، تمام. فدلوقتي ركّز هنا هو اللي جاب لك الdata، مجرّد ما أنت تكون حد حظر الAI models من موقعك، فأنت فعليًا بتخسر جزء كبير من الترافيك المحتمل، تمام. طيب وهنتكلم عن point في غاية الأهمية دلوقتي قدّام، إحنا هنا لسه تمام. هنتكلم على موضوع الdata اللي بالtrend دي خلصناها، تمام. هنتكلم على واحدة في غاية الأهمية، دي ممكن الناس اللي هم مش مستخدمين Apple ممكن ما يكونوش واخدين بالهم منها، أو الناس اللي مش متابعة الtech يعني والكلام ده كله. اللي حصل مؤخرًا إن أبل دمجت ChatGPT مع سيري، اللي هو المساعد الشخصي الخاص بسيري، تمام. فاللي حصل إيه، إن دلوقتي الناس بدل ما كانت بتسأل سيري اللي هو متخلفة جدًا، جدًا وفي الإجابات وفي كل حاجة، بدل ما سيري كانت بتقول لك خُد النتايج من جوجل دوّرها، لأ، سيري بتتصل بChatGPT وChatGPT بيجاوب وبيعرض لك الإجابة، أنت متخيل؟ فبنسبة كبيرة جدًا كل المستخدمين حرفيًا، تمام، هيكون عندهم نوع من الاستسهال، طيب أنا إيه اللي ودّاني على ChatGPT ذات نفسه، تمام. أنا باشرح سيناريو وارد جدًا، لو حد برضه عنده اقتراحات أخرى ممكن ندردش فيها في الmeeting مع بعض عادي، تمام. إن المستخدم بدل ما يدخل على الapp بتاع ChatGPT لأ، هو سيري يا سيري دَوّر لي على جراب كذا، كذا، بالحاجة اللي إحنا بندوّر عليها، هيروح سيري مدوّر من خلال ChatGPT اللي هو بيجيب الdata من Bing اللي أنت المفروض تكون متواجد في Bing، بيقول له خُد الموقع ده اشتري منه والموقع ده والموقع ده، فبالتالي أنت هتجيب عُملا يعني بكل سهولة من خلال حاجة خارجية. فتخيل إن أنت برضه حاظر الAI models من عندك أو مش متواجد على Bing، سواء دي أو دي بقى، تمام. فممكن في المستقبل ChatGPT يعني يحاول يجيب data من جوجل، بس ما أعتقدش لإن في شركات كتير عاوزين يقللوا هيمنة جوجل شوية، تمام. من ضمنهم كذلك مايكروسوفت يعني، لإنهم مستثمرين في ChatGPT 10.000.000,000 على ما أتذكر يعني، أو رقم أكبر من كده على ما أتذكر يعني، تمام. فإحنا دلوقتي بنتكلم على المستقبل رايح ناحية الموضوع ده، ولو واخدين بالكم أغلب الناس بدأت تفكر في الاستسهال، ما حدش بقى ليه خُلق إن هو يخش يقرأ وباله طويل والكلام ده كله، إلا في حالات معينة أو ناس معينين أو حد عاوز معلومة معينة. أنا مثلًا كمثال، وبصراحة في كتير جدًا بيكونوا كده يعني، بيدوّر على المعلومة مثلًا في الAI مثلًا، في الAI أو كده أو لقاها، تمام، وهو من ثم بياخد المصادر ممكن يخش يكمّل قراءة منها مثلًا، يلقّط مثلًا حاجة معيّنة، تمام. أو حد متابع blogs مثلًا مشهورة وبيقرأ منها، مثلًا في المجال بتاعنا مثلًا، الناس اللي متابعين HubSpot اللي ليها علاقة بالdigital marketing وكده، أو الناس اللي متابعين مثلًا الblog بتاعة SEMrush، بتحس إن أنت ميّال أكتر إنك تفتح blog SEMrush تقرأ، أو HubSpot مثلًا أو أي موقع ليه علاقة بالdigital marketing وتقرأ منه، على عكس ما أنت تسأل الChatGPT. فبالفعل في فئة من الناس still ميالين إن هم يقرأوا من شخص كتب، فده سيناريو، بس طبعًا ده ما يشملناش لإن أغلب المواقع مش براندات بالحجم الضخم زي HubSpot وزي سيمرش وزي الناس دول يعني، تمام. الpoint دي هتغيّر قواعد اللعبة تقريبًا، لإن المستقبل رايح جدًا ناحية إن الشخص يا سيري دَوّر لي على كذا، بدل ما يخش هيكتب ويدوّر ويسكرول، لأ، يا سيري هات كذا، كذا، سيري اتفضل،
تمام. الحاجه اللي بعد كده البوينت بتاعت اياك تحظر شات جي بي تي واسباب الموضوع دي طبعا تم توضيحها، وطبعا الامر ده مفروغ منه يعني. تمام. الحاجه طب ممكن برضو عشان نجاوب برضو على الموضوع، الناس اللي بتقول طب هو بياكل من الموارد السيرفر بتاعك، طيب انا ليه اخلي الاي اي موديل يتدرب على الداتا بتاعتي؟ انا تعبان في الشغل بتاعي وكده ومش عاوز يتدرب عليها. طيب حابب اقول لك ان الداتا اللي انت جايبها اصلا انت اصلا مجمعها من على النت، فهو لو ما اتدربش عليها عندك هيلاقي، مش هقول لك مصدر، هيلاقي مئات الالاف من المصادر، سواء عربي، مصادر عربيه او مصادر اجنبيه او ايطاليه فرنسيه يابانيه، الويب شامل كل حاجه، فهيعرف يوصل للداتا باقل جهد ممكن. فموضوع ان انت زعلان عشان هو ما يتدربش على الداتا بتاعتك، فدي حاجه بصراحه مش منطقيه. هيتدرب يعني هيتدرب كده كده، ولو انت حذرته عنده غيرك الاف الناس، مش واحد بس او اتنين. البوينت التانية موضوع استهلاك السيرفر وكده، لو جيت تحسب البوت كنا متكلمين فيها في فيديو قبل كده، هتلاقوه موجود برضو على اليوتيوب. البوتس اللي بتكون نشطة عندك في الموقع لما بتحلل اللوج فايل او بتحلل من خلال اي دبليو ستيتس، بتلاحظ البوت بتاع شات جي بي تي، بتاع جوجل، كل البوتس يعني. تمام. فهتلاحظ ان كميه الاستهلاك بتاع البوت حاجه لا تذكر، حاجه ضعيفه جدا جدا يعني. فالموضوع مش بالقلق كده يعني، ما تقيمش الموضوع بمبدا ان مثلا سمعت ان هو مضر فهو مضر يلا شيل، لا، افتح انت قيم بنفسك، شوف هل بالفعل هل هو ضاغط على السيرفر بتاعك ولا لا. تمام. طيب هنسمع حاجه دارجه اسمها ايه، بما ان فيسبوك حظر شات جي بي تي، فمنطقيا فيسبوك عارف ان ده غلط، فمنطقيا انا اروح احذفه. لا، ده مش منطق. ليه؟ لان اصلا ميتا اي اي عندهم موديل بتاعهم عاوزين يدربوه على الداتا بتاعتهم، فمش منطقي ان هم يسمحوا لمنافس يتدرب على الداتا. لان على فكره القوه في الاي اي موديل هو الداتا اللي بيتدرب عليها. فانت بتتكلم في ميتا، عندهم كم داتا ضخم، بتاع كم ضخم جدا من المستخدمين، فميتا مش عاوزين حد ياخد الداتا بتاعتهم، هي كنز بالنسبه لهم، فبالتالي مش عاوزين حد يخش يتدرب على الداتا. فده سلوك ميتا يعني. تمام. الحاجه اللي بعد كده ندخل بقى على جوجل. تمام. اللي حاصل في جوجل وجيميناي بالتحديد حاجتين. تمام. اول حاجه هناخدهم بس الكام بوينت، انا كده كده مش كاتبهم بالترتيب يعني الارقام دي بس عشان الفلتر. تمام. موضوع الدمج في النظام، الناس اللي معاهم اجهزه اندرويد دلوقتي هيلاحظوا ان نفس الحركه بتاعت ابل اللي اتعملت في نظام الاندرويد بالملي دلوقتي كلكم هتلاحظ، اغلب الناس يعني اللي هم معاهم اجهزه اعلى من اندرويد 13 على ما اتذكر يعني. تمام. هتلاحظ ان انت جالك اشعار ايه، استبدال مساعد جوجل او جوجل اسيستنت مقابل جيميناي. تمام. بتعمل اوكي، بيروح محولك وافق على السياسات، اوكي يلا اشتغل. تمام. جيميناي بيكون مدمج في النظام دايركت. جوجل اسيستنت الاولاني كان حاجه بدائي، اظبط لي منبه، اعمل لي على، ابحث لي على ما اعرفش ايه، وكان بيجيب لك الداتا زي سيري كده. جيميناي دلوقتي لما اصبح مدمج في النظام، بقى جيميناي كذلك بيدور لك على الداتا وبيجيبها. اي حد فيكم لو جرب، واكيد اغلبكم عارفها يعني، مش لازم ان هو يفتح ابلكيشن جيميناي عشان يجرب، لا، هو من خلال الاسيستنت في نظام الاندرويد اللي هو تابع لجوجل اصلا بيلاقي الموضوع ده. طيب نستنتج كده من ايه؟ ان جوجل ستيل هتكون مكمله بقوه في الموضوع ده، وماشيه على نفس الحركه بتاعت ابل اللي هي الحركه دي، دمج موديلز الاي اي معاك. فده بيترتب عليه ان انت لو حظرت الموديل بتاع جيميناي، لان على فكره البوت بتاع جيميناي غير البوت بتاع جوجل بوت العادي، بوت الاي اي مختلف، انت لو عاوز تحظره هتحظره، انا مش فاكر اسمه والله، بس انت لو كتبت في جوجل بوت جيميناي هتلاقي جوجل منزله دعم دليل كده، وموجود فيه اسم البوت والاي بي بتاعه وكل الداتا دي يعني. تمام. فالبوت بتاع جيميناي ده بيحلل الداتا، فبالتالي لو هو موجود في نظام الاندرويد بتاعك، انت في المستقبل هتبدا تكسل، هتروح سائل جيميناي هات لي كذا كذا، جيميناي اتفضل خد. تمام. طبعا جيميناي ستيل بدائي شويه، وبرده ستيل شات جي بي تي مش بنفس القوه، بس التطور سريع يعني. الناس اللي متذكره شات جي بي تي وجيميناي اول ما بداوا كان مسخره، ممكن تضحك عليه بكل سهوله، دلوقتي يعني حاجه في غايه التطور بصراحه. تمام. انت لو حاولت تحور عليه هو لا هيحور عليك اصلا يعني. تمام. فالبوينت دي مهمه، دي تثبت لك جدا ان انت ما ينفعش تحظر اي اي موديل عندك خالص، بل العكس، ابدا تكيف انك تخلي حاجه زي دي حاجه مكسبه بالنسبه لك او مربحه بالنسبه لك يعني. تمام. موضوع مثلا التوقع المستقبلي، تمام، اللي بيحصل في التوجه بالاخص مع جيل اللي هو جيل زد وجيل بيتا وجيل الفا والكلام ده كله، اللي هو الناس من 2000 وكذا ل 2000 وكذا الاجيال يعني وكده. الجيل اللي جاي، تمام، اللي هو بعد جيل زد، انا والله مش فاكر ترتيبهم يعني، بس المهم الجيل اللي جاي اللي بيبدا من 2025 على ما اتذكر يعني. تمام. الجيل ده يعني على ما يبداوا يكبروا والكلام ده كله، وجيل زد لما يبدا يتطور شويه، على فكره اغلب الدراسات بتشير ان جيل زد بيميلوا للمحتوى الاكثر، عشان كده ده سبب نجاح تيك توك، عشان كده اغلب مستخدمين تيك توك شباب. ده ليه؟ لان الجيل ده ناشئ بعقليه السرعه،
هو مش ما عندوش خلق يسمع فيديو ربع ساعه ونص، هو عاوز حاجه ريل كده في 5 ثواني 10 ثواني دقيقه بالكتير وياخد اللي هو عايزه. لو حاجه مضطر يسمع لها مده كبيره ماشي، دي حاجه استثناء، بس غير كده لا، هو عاوز ينجز. الجيل اللي جاي بقى، انت بقى ما ينفعش تبقى شغال يعني مثلا اكبر مشكله انك تكون في مجال زي مثلا تكون شغال كديفلوبر مثلا، سواء للابلكيشنز فلاتر او اندرويد ستوديو او كوتلين يعني و كوتلين ودارت، تمام، او شغال فرونت او باك سواء بي اتش بي او نيكست او ايا كان يعني اللي انت شغال بيه، او فرونت برضو، تمام. المجالات دي التحديثات فيها بتكون ضخمه، تمام، يعني التحديثات ضخمه بشكل غريب، كل شويه مكتبات جديده نازله، مكتبات قديمه اتحدثت، تلاقي اندرويد ستوديو مثلا اتشقلب بالكامل، معرفش ميزه هنا ميزه هنا، تمام. فالنوع ده من المجالات انت مطالب انك تتاقلم، بل العكس انك تكون مهيأ لما بيحصل في المستقبل، تمام. فدلوقتي انت بتتكلم ان الجيل اللي جاي لازم تبقى متوقعه، بما ان دي شغلانتك وبما ان دي حاجه انت مكمل فيها، فانت لازم تبقى عارف اللي جاي عامل ازاي، ومن ثم تبدا تهيئ نفسك. فخلال الكام سنه اللي جايه التوجه هيروح ناحيه الكسل ببساطه يعني، تمام. كسل بمعنى ان المستخدم مش هيكون ليه طولة بال ان هو يدخل يدور كده الا في حالات معينه. مش هنقول دايما، لان بصراحه لو قلنا دايما يبقى ده طبعا حاجه مش منطقيه خالص، تمام. بس في فئه كبيره من المستخدمين مش هيكون عندهم خلق ان هم يسكرول في الشكل البدائي ده، تمام. بس برضه في نفس الوقت جوجل برضه تداركت الموضوع ده، تمام، وعملوا الاي اي اوفر فيو، تمام. انت لو عملت سيرش هنا اصلا بكلمه اي اي اوفر فيو، ده بتاع جوجل، اكيد طبعا كلكم عارفينه لان هو يعني لحظه واحده نجيب كده نسخه منه اهو. ده التحديث اللي هينزل، هو طبعا شغال في امريكا واليابان وكذا دوله من شهور يعني. عندنا طبعا احنا بننزل لاخر حاجه طبعا. الاي اي اوفر فيو غالبا كله عارفه يعني، وده كنا عاملين له سيشن من شهرين ونص او من 3 شهور يعني وكده، تمام. اللي هو ايه اللي هيحصل؟ ان جوجل السيرش انجن هيكون قريب من شات جي بي تي، هيكون في اجابه بالاي اي زي الاجابه دي كده، ومن ثم تحت منها النتائج والمصادر، تمام. فده برضو جزء من المستقبل، فده هيرجع لجوجل جزء من ماء وجهها كده زي ما بنقول في تعبيرا عن الموضوع ده، تمام. لان دلوقتي جوجل بتخسر كتير بسبب الحركه اللي شات جي بي تي عملها ان هو بيسهل، فجوجل مش عاوزين يخسروا السيرش انجن، فعملوا جيميناي عشان مجرد بس مواجهه لجوجل عشان الشكل ده، والاي اي اوفر فيو حاجه مختلفه تماما في الموجود هنا، تمام. فدلوقتي عندك المستخدم هيطلع له ملخص ومن ثم هيطلع له المصادر، فانت ستيل برضو عندك نفس مبدا السيرش انجن التقليدي ستيل هيكون موجود، تمام، بس باختلاف شويه يعني، تمام. قدام هتلاقي الناس كلها كل همها ايه؟ هتلاحظ حاجه اسمها ايه؟ ازاي تطلع في اقتراحات الاي اي، هو ده المستقبل كده، تمام. الترافيك اللي هيجي لك من اقتراحك كمصدر زي الناس دول كده، هتلاقي نفسك كمصدر هنا مقترح وكده زي دول برضو، زي كده، تمام، زي دول برضو من هنا، تكليك هنا تدخل، تمام، وهكذا. لان على فكره ممنوع على الاغلب موديلز الاي اي ان هم يحطوا ارقام الا في حالات معينه، ولو حطوا والكلام ده كله ممكن يترفع عليهم قضايا وكده، بس هم ستيل بيخرفوا يعني، وفي بعض الحالات بيحطوا ارقام، تمام. بس برضو لان في بعض المشاكل حصلت لان الموديلز الاي اي كانوا بيقترحوا ارقام، مثلا حد بيدور على رقم اسعاف او مستشفى او الكلام ده كله، يروح يجي له رقم عشوائي يتصل بيه، تحصل مشكله يعني. فدي حاجه بتخلي الاي اي مودلز مش بيرجحوا دايما يذكروا ارقام، بس ستيل بيذكروها يعني، تمام. فدي كده بوينت في غايه الاهميه هتحصل في الموضوع ده، تمام. والناس اللي بتسال على عوامل الرانك وعوامل الظروف الاقتراحات، ببساطه الترتيب الاعلى، تمام، بلس الكواليتي، تمام. لو حد بيحلل، لان للاسف هو مش شغال عندنا، وحتى لو عملت في بي ان مهما عملت مش بيشتغل للاسف، لازم تكون متواجد في دوله من الدول اللي مدعومه، او انا حسب تجربتي بصراحه ما عرفتش اظبطها خالص يعني. بس سيمرش وبعض التولز عاملين زي طريقه بتعرفك مين المنافس اللي ظاهر في الاي اي اوفر فيو، تمام. فبعد تحليل لفتره كبيره وكده نقدر نقول ان اكتر من 90% من النتائج اللي بيطلع منها الاي اي جنريتد كونتنت ده طالع اصلا من المصادر الاولانيه في السيرش، تمام، بلس المصادر اللي المحتوى بتاعها فيه كواليتي عاليه. بمعنى الناس اللي ماشيه بالكي وورد ستافنج وحش وحط كلمه هنا وضمن الكلمه دي بالحرف، الكلام ده كله عاف عليه الزمن. هو الفكره كلها ان انت تكون مقدم قيمه عن اي منافس موجود عندك في السوق، تمام. وطبعا ده كنا اتكلمنا فيه في سيشن سابقه، كان اسمها اللي ليها علاقه بالاون بيج اوبتمايزيشن، انا ما اتذكر كان اسمها كده يعني، تمام. فالمصادر دي جايه من معدل الكواليتي اللي موجود عندك بشكل اكبر يعني، تمام. البوينت اللي بعد كده
إحنا تقريبًا خلّصنا كده الكام بوينت دول. نيجي على Meta AI واللي هيطول الكلام عنه شوية، لإن Meta AI الشاشة اختفت. طيب لو في شاشة شغالة والّا كده حد يلحقنا عشان إيه ما نسبقش كتير. الشاشة ظاهرة معاكم؟ هي المفروض إن عندي معمولة share. يبقى هو غالبًا مشكلة نت، بس ممكن تطلع وتدخل تاني. نرجع بقى نكمل لنفس البوينت اللي كنا فيها. تمام. فكرة بس انا مش بيجي لي صوت لما بيجي كومنت، فلازم افتح انا اتاكد كل شويه. تمام. دلوقتي نرجع على ميتا اي اي وعلى الاهميه الكبيره في الموضوع ده. تمام. ميتا اي اي اكبر ميزه تنافسيه موجوده في ميتا اي اي عن شات جي بي تي وعن جوجل. تمام. ان ميتا اي اي موجود معاك في كل حته. تمام. رقم واحد، طبعا الناس اللي هتسال ازاي فعله كده، هو بيتفاعل في اجهزه واجهزه. يعني انا مثلا معايا تليفونين، تليفون متفاعل فيه وتليفون تاني لا. تمام. واحد اندرويد وواحد ابل وكده، بس اعتقد ان هم بيجربوا في اجهزه ابل اتفاعل فيها واجهزه اندرويد ما اتفاعلش فيها. فشغاله كده وشغاله كده عشوائي يعني، او على حسب ما هم بيعملوا اي بي تيستنج، ما اعرفش هم بيعملوا ايه. بس عامه يعني كلها مساله وقت وهتنزل يعني. تمام. طيب ايه اللي بيميز ميتا اي اي عن شات جي بي تي وعن جيميناي وعن اي اي موديل موجود في السوق؟ هو التواجد. تمام. اللي حصل دلوقتي ان في سكرين شوت، انا مش فاكر ما نزلتهاش ليه هنا. مم، ما نسيت احطها. تمام. بس عامه يعني هو هتلاقيها موجوده على لينكدين، كنت نزلت البوست انا من كام يوم. لما انت بتيجي تعمل ستارت شات، فوق منه على طول علامه الميتا اي اي دي، ان انت تبدا شات مع ميتا اي اي دايركت. فاحنا حرفيا كل حياتنا، مكالماتنا مع اهلنا، الشغل، جروبات الشغل مثلا، واصحابك مثلا، وكل حاجه احنا قاعدين فيها على واتساب حرفيا. تمام. ممكن ناس مثلا مننا مش فاضيه تفتح فيسبوك كتير وكده، ماشي تمام، ممكن اي حاجه، بس الواتساب ده حاجه يعني اساسيه في يومنا. تمام. فانت دلوقتي هنتخيل احد السيناريوهات. تمام. دلوقتي انت موجود جوه الواتساب، عاوز تسال على حاجه تافهه وسريعه كده، حاجه وما اعرفش ايه، وانت جوه الواتساب. هل هتطلع تروح لشات جي بي تي وتساله او لجوجل؟ لا، انت دايركت تلقائي هترجع باك واحده، الشات متثبت قدامك، خش اسال اطلع. تمام. متخيل الموضوع بقى اسهل ازاي؟ فبالتالي ميتا لعبوا على موضوع دمج ميتا اي اي الموديل بتاعهم في كل مكان حرفيا، في كل البلاتفورم بتاعتهم، سواء انستا او ماسنجر، وسواء كذلك الواتساب. طبعا الواتساب هو اللي هيجيب لهم النصيب الاكبر يعني من المستخدمين، لان الواتساب حتى الناس اللي مش بيحبوه بيستعملوه عشان يعرفوا ناس بيستعملوه، او عشان شغال في شركه بتستعمله، او عشان اغلب معارفه بيستعملوه. انت لازم هتكون بتستعمل واتساب. تمام. فدي كده بتخليه ان هو منافس يعني شرس شويه، بس برضه ستيل هو منافس ضعيف، وهنعرف ليه دلوقتي. تمام. دي حاجه من ضمن ملاحظاتي برضو، واغلب دي كلها من البحث يعني وكده. ده انا عملت بنفس السيرش كويري هنا، بنفس الكلمه. لو واخدين بالكم، ميتا قال لك المواقع البراند. تمام. طبعا هنقول ليه قدام هو اختار المواقع دي، هنعرف السبب يعني، بس هنخلينا في موضوعنا. لو انت واخد بالك، هو ما قالكش مواقع تروح تزورها، لا هو قال لك اشتري من المواقع دي. تمام. ليه بقى؟ لان هو مش عاوز يطلعك خارج الواتساب، او لو انت سالته في ماسنجر مش عاوز يطلعك خارج ماسنجر، ولو سالته من فيسبوك هو مش عاوز يطلعك خارج الفيسبوك. هو عاوزك ان انت توصل للحاجه وانت موجود. لان كارثه لاي شركه من الشركات اللي موجوده ان السيشن بتاعه اليوزر تقل. هم عاوزينك تقعد عندهم لاطول مده ممكنه، لدرجه ان احد التحديثات الفيسبوك عملها من فتره، ان هم خلوا زي مثلا سجل كده، فيه التابس مثلا وكل اللينكات اللي انت زرتها. التحديث ده بقاله سنه على ما اتذكر يعني، أو يمكن اكتر شويه. تمام. الموضوع ده بسبب البونت دي، هم مش عاوزين حد يخرج. فميتا بيعملوا نفس الحركه الصايعه دي برضو، بس نستنتج من كده ايه؟ تمام. ده استنتاج مني بس، برضو يعني وارد جدا يتعمل يعني. طبعا كلنا عارفين ان الواتساب مش فيها اعلانات ومش فيه اي حاجه، لان الواتساب مصدر ربح الفيسبوك من خلال الداتا. لما انت بتكلم على حد عاوز تشتري حاجه وكده، بتفتح فيسبوك، سبحان الله تلاقي الاعلان. فده استعمال فيسبوك بالنسبه، استعمال ميتا قصدي للواتساب. تمام. المتوقع دلوقتي ايه؟ ان نسبه كبيره يعني، ان انت لما تيجي تسال على جراب، فانت دلوقتي شخص عاوز تشتري بنسبه كبيره. فاللي هيحصل ان وارد جدا جدا تلاقي في المستقبل ان في اعلانات سيرش على ميتا.
طبعا المعروف في ميتا مش فيها اعلانات سيرش، ميتا اعلانات وبتظبط الاودينس بتاعك وكده. جوجل وبينج هم الوحيدين اللي فيهم اعلانات سيرش، ان انت بتحط الكي ووردز عشان تظهر في السيرش والكلام ده كله. فدلوقتي اصبح ان ميتا بقت قريبه من السيرش انجن، ليه؟ لان عندهم موديل اي اي بيقوم بنفس الوظيفه. فكيوزر لما يسال كده هيلاحظ برضو ان هو ممكن يجي له اعلانات. وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. ووارد ان هم يحافظوا على نفس البنيه دي، بس عشان ما يغيروش الهويه اللي هم عاملينها للواتساب ان هو من غير اعلانات وكده، ان هم يعملوا حركه تانية صايعه، ان انت لما مجرد ما تسال على حاجه زي دي، بدل ما هم بيخزنوا الداتا بتاعتك من الشاتس بينك وبين الناس من الجروبس اللي انت فيها والكلام ده كله، هم لا، يبداوا يشوفوا ايه المحادثات اللي انت بتعملها مع الاي اي عشان يشكلوا اهتماماتك ومن ثم يعرضوا لك اعلانات. فده شيء هيخلي ميتا بلاتفورم بتزداد قوه عن قوتها الحاليه. يعني ميتا بلاتفورم معروفين ان هم الاعلانات عندهم من الاعلانات الكويسه جدا جدا، بالاخص ان هم بيسهلوا عليك يعني ايه، بتعمل اقل جهد ممكن يعني، لان هم بيعرفوا يهندلوا الوضع يعني بشكل ملحوظ يعني. تمام. فده وارد جدا ان انت دلوقتي المحادثات بتاعتك مع ميتا اي اي طبعا كلها مربوطه في كل حته، وده بيبرر هم ليه بيجبروني اسجل بفيسبوك او بانستجرام. يعني مثلا ايه، ده سجل بجوجل، ده مثلا سجل بجيميل باي حاجه سجل بيها شات جي بي تي، اغلب المودلز الاخرى سجل باي شكل. ميتا قال لك لا، انت يا تسجل بانستجرام يا تسجل لي بفيسبوك، مع العلم ان اصلا الفيسبوك مربوط اصلا بانستجرام. فانت دلوقتي مجرد ما تسجل الداتا بتاعتك اتربطت. تمام. فاصبح دلوقتي ان انت لو سالت ميتا اي اي على الواتساب، لو سالته على الواتساب، سالته على الفيسبوك، سالته على اي مكان في جميع الاماكن دي، كل حاجه هتلاقيها موجوده لك في اي مكان. تمام. فدلوقتي انت بتلف في نفس الدايره بتاعتهم، عشان برضو ما يحصل لهمش تضارب في الداتا. هم عاوزين طبعا هم عارفين اجهزتنا والكلام ده كله وبيتتبعونا حتى واحنا خارج البلاتفورم، يعني كل الكلام ده كلنا عارفينه يعني. تمام. فهم دلوقتي يبقى معاهم جزء اكتر من التميز على فكره. دي رغم ان هي ممكن تحسها انتهاك خصوصيه، بس مفيش بقى انتهاك بعد كل اللي بيحصل ده كله. تمام. فدلوقتي دي ممكن تميز اكتر الميديا بارز، ان هم هيعرفوا يروحوا للاودينس بشكل ايه، نقدر نقول ايه، ادق شويه. تمام. لان مثلا هديكم مثال، انا دلوقتي لنفترض ان انا طالب في ثانوي عام، طبيعي ان الطلاب دول بيواجهوا مشاكل كتير، بيقعد يبحث عن حل كذا ما اعرفش ايه، حل معادلات، حل. طيب مش يمكن ان هو يسال ميتا اي اي؟ تمام. فهيبدا يتسجل ان ده طالب ده طالب ده طالب، فيروح واحد في مكان ما عاوز يعمل اعلان عن مكتب مريح مثلا للقعده الطويله مثلا يعني. تمام. فتلقائي معروف في شخص تلتين اسئلته ليها علاقه بالمذاكره، منطقيا ده شخص هيحتاج مكتب. طبعا ده تبسيط مخل يعني للموضوع يعني، بس هو الموضوع ماشي بنفس الكونسبت يعني. تمام. عندك موضوع الموضوع اللي بعد كده اللي هو موضوع هنا دي نفس البوينت اللي كنت متكلم فيها هنا. تمام. بس دي هتنقلنا لنقطه تانية. تمام. هو انا كنت منزلها في بوست بس ما كانتش اتوضحت يعني، فقلت اوضحها هنا. تمام. لو واخد بالك هنا ان اغلب البوست اللي بتكون موجوده الناس اللي تفاعل عنها ميتا اي اي يعني، هتلاحظ ان نسبه كبيره وانت بتسكرول في الهوم بتاعت الفيس، هتلاحظ ان ظاهر لك حاجات كتير، اسال ميتا اي اي كيف استخدم انستا باي. اللي بيحصل دلوقتي، تمام، ان ان البوست بيتم تحليله بشكل كامل، وبيتم عرض اسئله ريليتد بالمحتوى بتاعك في البوست، وبيتم عرض اسئله اكتر كل ما كان البوست محتواه اكبر، وفي بعض الحالات بتكون مقارنات ضدك. تمام. طيب تستنتج من ده ايه؟ تمام. دلوقتي اللي بيحصل اكتر من حاجه. رقم واحد هنا ان بيتم تحليل محتوى مضمون البوست نفسه، وبيتم تحليل الكومنتس اللي موجوده جوه. تمام. ولما انت بتسال الاي اي هنا بيبدا يعتمد على الداتا اللي موجوده هنا والداتا اللي موجوده بره. تمام. فده بيدي لك برضو، بيرجعك لنفس البوينت اللي كنا بنتكلم فيها، هو ليه كل الشركات المنافسين لبعض بيحظروا الاي اي مودلز بتوع الشركات التانيه؟ عشان دلوقتي انت ما تتدربش على الداتا بتاعتهم. فدلوقتي انت بتعرف بكل بساطه ان الشركه البراند اللي متواجده على كل السوشيال ميديا لازم يكون تواجدها بنفس القوه. يعني مثلا في بعض الشركات مش بيكون مناسب معاها الاس اي او، تمام، شركات تانية مش بيناسب معاها اي بلاتفورم الا الاس اي او بس. بعض الشركات بتلاقي مناسب معاها انستجرام بس، بعضها بتلاقي سناب شات بس، على حسب بقى الشركه وكده. تمام. دلوقتي اصبح ان انت لما بتكون موجود على كل البلاتفورم انت بترفع من احتماليه ان تكون من ضمن الشركات اللي بيتم اقتراحها. تمام. لما تسال هنا افضل محامي مثلا في مصر، لو خدت بالك ميتا جاب الداتا من بينج بنفس الحركه اللي عملها شات جي بي تي بالملي. تمام. وفي نفس الوقت بيعتمدوا على الداتا اللي موجوده في السيرش، لان ما اعرفش برضه لو حد عنده علم بالموضوع ده. شات جي بي لا مش شات جي بي تي، تيك توك، تمام، بدا يحاول ان هو يكون سيرش انجن.
الناس تخش تبحث والكلام ده كله يعني. تمام. فاصبح دلوقتي ان الفيسبوك على فكره، في بعض الناس ممكن تستغبل اللي بيعمل كده يعني. تمام. بس على فكره في ناس كتير بتدور على الفيسبوك، واحد مثلا بيواجه مشكله في سلعه معينه او حاجه زي كده، بيروح لفيسبوك وبيدور عليها وبيلاقي كام بوست مشروح فيه المشكله او كام كومنت لاي حد وما اعرفش ايه. في ناس كتير جدا بيسيرشوا على فكره في الفيسبوك. تمام. فبرضه ده بيرفع من احتماليه ان انت تظهر. تمام. فنرجع بقى للبوينت اللي كنا بنتكلم فيه. تمام. طيب الموضوع ده هو ميزه وعيب في نفس الوقت. تمام. تعالى اقول لكم انا استنتاجاتي للتصور ده، وبالفعل من اكتر من بوست، لان الميزه دي اصلا شغاله عندي من اول ما نزلت بالصدفه كده. تمام. فنفهمها ازاي. اللي حصل دلوقتي ايه؟ لما جينا نتكلم هنا على البوست ده، المستخدم بيسال هو ينفع احول فلوس من انستا باي لحساب بنكي ما عندوش انستا باي والكلام ده كله. الاجابه يعني هو بدون كلام كتير يعني في الموضوع. تمام. بس ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ افتراضا ده طبعا سؤال عام مش محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير، بس افتراضا يعني ان انت منزل بوست بتتكلم فيه عن سلعه. ممكن اديكم مثال بسيط بحاجه. في احد الشركات كنت شغال اعلانات من فتره، كان ليها علاقه بالمبيدات الزراعيه والكلام ده كله. بس الشركه دي كانت بتستهدف يعني بي تو بي، اللي هو الناس اللي بتيجي تشتري كميه كبيره وبرقم كبير، بتتكلم في نص مليون دولار مثلا، ارقام كبيره يعني. تمام. فاللي حصل هنا ايه؟ ان من ضمن البلان مثلا للبراند وكده، ان كان لازم على البيج ان يبدا ينزل يعني شغل متواصل، تجاوب على استفسارات الناس، تنزل لهم ايه فايده مثلا المبيد المعين، ايه فايده المغذي المعين، مثلا في فوسفات في ما اعرفش ايه في ما اعرفش ايه. تمام. فاللي حصل دلوقتي ان بعض البوستس دي كان الاي اي كان بيبدا يجيب اقتراحات حسب الحاجه اللي موجوده. تمام. هو حلل واستنتج مجموعه من الاسئله، ومن ثم بعد ما استنتجهم عرضهم. تمام. فمن ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبه ان هو افضل منتج. فمن ضمن المشاكل بقى ان كان مكتوب من ضمن الاسئله اللي هنا افضل منتج للزراعات، اللي على ما اتذكر دي كانت ليها علاقه بالبطاطس، على ما اتذكر المنتج ده. تمام. فانت متخيل هنا الموضوع ده، انت ممكن تحس ان هو بيمر مرور الكرام، بس مستحيل المستخدم اللي بيشتري حاجه بالاخص لو حاجه غاليه، الشخص ده بيقعد يقارن يعني في كل حته. تمام. فدلوقتي المستخدم ده انا متاكد بنسبه 100% لو شغال عنده ميتا اي اي هيروح عامل كليك دايركت على طول على كلمه افضل منتجات البطاطس وكده. ايه اللي هيحصل؟ ميتا هيروح مدور في الويب كده، هيعمل حاجه من الاثنين: يا هيجيب له داتا من بعض البيجز مثلا المشهوره منهم بتاعتك، او لا انت ونصيبك، لو انت طبعا مش مشهور مش هيجيبك. تمام. يا اما انت ان هو يجيب لك الداتا من بينج. فبالتالي ممكن انت تكون عامل بوست وتعبان فيه وعاوز تجيب منه عميل، والعميل اصلا تكه وهيكلمك، بس للاسف هو بحث وجاب له داتا تانية، فعرف ان في حاجه تانية احسن منك، فتردد فما اشتراش من عندك. متخيل الموضوع كبير ازاي؟ فاصبح دلوقتي ايه؟ الناس اللي بتتكلم بتقول لك ايه؟ احنا ارخص سعر في مصر. النوع ده من الرسائل الاعلانيه ما بقاش ياكل عيش، لان المستخدم اصبح بالنسبه له اكتر حاجه سهله ان هو يعرف الكلام ده صح او لا. الاول لما كنت تقول له مثلا انا ارخص سلعه، انا اعلى جوده، هو الاول كان محتاج ان هو ياخد السلعه دي يبحث ويشوف ريفيو والتانيه والتالته. دلوقتي لا، هيظهر له حاجه زي دي مجرد ما يكليك. ميتا ايه هيعمل كل حاجه، بيدور في الويب، في الفيديوهات، في ميتا بلاتفورم بقى بالكامل، طبعا كل البلاتفورم بتاعتهم، بيدور في بنج، لان ميتا وشات جي بي تي بيدوروا في بنج مش في جوجل. تمام. وهيروح جايب لك الملخص. لو هو الارخص فعلا هيقول لك خد، لو لا مش هيقول لك. تمام. انا مثلا عارض جراب، تمام، فراح شخص مثلا دخل سال جراب ايفون 16 فجاب لي الاسعار دي، فانا كاتب له سعر اعلى، هيعرف تلقائي ان انت سعرك مش كويس، فالبلان بتاعتك اتضربت من اولها لاخرها. فعشان كده قلت ان ميتا اي اي منافس شرس، واكتر منافس ممكن ياثر على الميديا بايرز، واكتر منافس هياثر على الاس اي او بشكل كبير، بسبب ان هو متواجد في كل حته. هم لعبوها صح بصراحه يعني. بصراحه عايش يعني رغم الاستفزاز اللي فيها، بس هو عايش يعني. تمام. الحاجه اللي بعد كده موضوع دمج الاعلانات وكده. دي توقع مني يعني وكده، بس ايه، ما اعتقدش ان هم ممكن ينفذوها الا لو هم عاوزين يحافظوا على شكل الواتساب بدون اعلانات، ان هم من يوم ما بدا هو مش فيه اعلانات وكده، فلو هم عاوزين يحافظوا على الصوره دي يعني. تمام. نيجي على هنا ملخص سريع. تمام. وبعد الملخص ده هنشوف الكومنت كده عشان لو في اي حاجه نعدي عليها. تمام. ده ملخص سريع لاهم الحاجات اللي انت لازم تعملها وكده. تمام. اول حاجه موضوع التواجد على بنج. ما ينفعش ان انت تبقى شغال على جوجل وبالنسبه لك السيرش انجن او اس اي او يساوي جوجل. ده غلط. تمام. مش صح تماما يعني. تمام. ما ينفعش ان انت تحظر اي موديل نهائي نهائي نهائي. لازم انت تقيم الموضوع ده بنفسك، هل انا محتاج احظره ولا لا. تمام. الحاجه اللي بعد كده موضوع البراند. دي تخص بقى الديجيتال ماركتنج بقى بالكامل بقى. موضوع الشركات البراند، اكتر شركات مستفيده من الاس اي او هي البراند.
تمام، في مقياس عندنا بيكون اسمه الbrand authority. تمام، الbrand authority ده بالتحديد إن كل موقع زي الdomain authority والحاجات اللي بتاعة موز دي وكده اللي هي مش دقيقة يعني. تمام، بس فكرة الbrand authority ده عبارة عن إيه؟ إن أنت دلوقتي كل ما كان عندك الbrand ده أقوى، كل ما احتمالية إن الAI models يقترحوه بتكون أكبر. تمام، وده للأسف هيطحن الناس اللي تحت، الناس اللي مش brand. يعني مثلًا واحد لسه بادئ موقع بيبيع جرابات كده علشان المثال اللي إحنا بنتكلم فيه. تمام، الشخص ده مغمور وكده. تمام، هتلاحظ إن للأسف الAI model يعني بُص كده، ده to be 1 أمازون، 2 أمازون، 3 أمازون، 4 أمازون، جاب لك 4 نتايج أمازون. تعالَ نروح Gemini. ده 1 أمازون، 1 موقع تاني، ده موقع تاني، موقع تالت، 2 أمازون أهو. تمام، فراح جاب لك هنا. تعالَ كده نجرب مثلًا. أنا ما أعتقدش إن هو ممكن يفهمني حاجة كده. لأ، هو ما يحسبش إن أنا عاوز أشتري. طب استنى. مثلًا 155 كده. شوف هنا، هنا جاب من مكان تاني. لأ، هو جيميناي بغابة فمش مهم، المهم الفكرة وصلت يعني. هو جاب لي data من النت من أماكن تانية، بس برضه ممكن نتكلم على الأمثلة دول. هو ما فهمش إن أنا عاوز أشتري، هو فاهم إن أنا عاوز أبيعه فما أعرفش إيه. المهم، فعندنا هنا هو جاب data. تمام، برضه جاب أبل رغم إن أبل ما لهاش علاقة أصلًا بسامسونج، بس هو لقى إن فيها جزء تناسخ الإحداث فقال لك خد يا عم أبل أهي. تمام، فهو الفكرة هنا هم بيعتمدوا بشكل كبير جدًا، جدًا على فكرة الbrand. تعالَ كده نجرب نفس الشيء على هنا، بس إيه، هنفتح chat جديد عشان يفهمنا صح، وهنجرب برضه هنا. جاب هنا موقع واحد بس، جاب موقع اسمه ايه، DXO مارك. جاب الموقع ده للشراء. تمام، ما اقترحش مواقع كتير. تعالى كده نجرب ده كده. ده اقترح بيتك، اقترح امازون، اقترح دوبيزل، اقترح سامسونج. يعني سامسونج اللي هو البراند تقريبا ما جابهاش قبل المواقع دي. تمام، تعالوا كده نجرب بقى حاجة تانية. مثلا لو جينا على بينج بقى نفسه، عندك هنا دوبيزل. تمام، دوبيزل موجود ولا مش موجود؟ موجود بالفعل اهو في الترتيب. تمام، عندك برضو بعد منه، لا دي فيديوهات خليها بعدين. عندك دوبيزل، عندك امازون، وعندك بيتك. ادي امازون وادي بيتك بالفعل، فاضل سامسونج. سامسونج اهو بالفعل جاب نفس ترتيب السيرش بالحاجات الاعلى. تمام، نرجع تاني على موضوع البراند. تمام، كل ما كان عليك براند اعلى كل ما كان ده افضل، رغم ان هي بصراحه انا مش مقتنع بالحاجه اللي احنا جربناها دلوقتي، ان ازاي سامسونج اللي هو البراند تجيبه في الاخر حتى لو ترتيبه اقل. دي بصراحه انا مش مقتنع بيها بربع جنيه بصراحه، بس المفروض يعني ان هم ستيل في الاول يعني. فاعتقد ان الحاجه دي لازم تتطور يعني، ان البراند ذات نفسه ما تجيبوش في الاول. فحتى لو انتم معتمدين على موضوع الترتيب، فان البراند يجي في الاخر دي حاجه مش منطقيه. بس برضه ستيل مع التطوير السريع اللي احنا بنشوفه الفتره اللي فاتت، فتوقع دي جدا جدا يعني. تمام، بس لما تجيب امثله عامه شويه هتلاحظ جدا جدا ان موضوع البراندات هم اللي بيكون لهم نصيب الاسد في الموضوع ده. تمام، عندنا بعد كده، هي طبعًا مقصود هنا بالbrand إن مش brand إن أنت متواجد أكتر على الsearch engine أو متواجد أكتر في مكان معيّن. لأ، الفكرة كلّها إن أنت تبقى متواجد في كل مكان حرفيًا يعني. ده فكرة إنك brand ومعروف، الناس بتدوّر باسمه والكلام ده كلّه. موضوع التواجد الكويس على الجوجل ماب. تمام، ده طبعًا الفيديو اللي كان نازل ليه علاقة بجوجل ماب. تمام، برضه بيتكلم على جوجل ماب بالكامل يعني، وبعض الbest practice اللي موجودة فيه. تمام، وطبعًا عرضنا فوق ليه جوجل ماب لازم تكون متواجد عليه. عندك بعد كده موضوع السلوكيات الspam. دي بوينت في غايه الاهميه للناس اللي شغاله في الكيورد ستافنج، وبيرمي كده كم كبيره جدا من الكلمات كده، وبيعمل حشو للكلمات، وبيضمن الكلمه بنسبه ما اعرفش 1 2%. كل الكلام ده فاكسان من 5 6 سنين، وستيل الناس بتكرره برضه وبتردده. تمام، الكلام ده راح من زمان، ودلوقتي الموضوع اصبح اذكى من مجرد خوارزميه بسيطه. انت بتتكلم على اي اي موديل في غايه الذكاء، بيخش وبيقرا وبيحلل وبيفهم وبيطلع نتيجه. فبالتالي لما انت بتكون ما اضفتش قيمه في الشغل اللي موجود عندك، تمام، اكيد مش هيجيبك كمصدر. دي حاجه بديهيه. انا حاطط مثال بسيط هنا. انت لو اخدت اي حاجه، اي ارتكل مثلا من الحاجه اللي موجوده مثلا وكده، ورحت واخده مثلا مبصيل شات جي بي تي او لاي موديل من دول، وقلت له حلله لي وكده، هتلاقيه بيقول لك انت مضمن الكلمات دي وظبطها، المستخدم مش محتاج كده. فانت متخيل الموضوع واصل لدرجه ايه؟ فدلوقتي الشغل بالاساليب القديمه، الناس اللي مصره تفضل شغاله بيها، مش احسن حاجه. هو اهتم بالكواليتي ومالكش دعوه بحاجه تانيه.
تمام. حاجه بعد كده موضوع الفيديوهين دول لازم تشوفهم عشان كنت مغطي فيهم قبل كده موضوع بعض الاستعدادات اللي ليها علاقه بالاي اي والكلام ده كله. كان نازلين من زمان دول على ما اتذكر من 4 شهور اصلا. تمام. ده هما جزئين، الفيديو ده والفيديو ده. تلاقيهم لو حد عمل سكرول تحت كده شويه في القناه هيلاقيهم يعني. تمام. فدول نازل فيهم برضو واتكلمنا شويه عن الحاجات دي، وهناك استفدنا في اكتر من حاجه، بس وقتها الرؤيه ما كانتش واضحه، فدلوقتي بقت واضحه اكتر واكتر بكتير يعني. تمام. نيجي على الجزء الاخير، طبعا احنا واحنا بنتكلم فيما سبق كنا استفدنا في موضوع الميديا برضو كده بشكل غير مباشر بالاخص مع ميتا. نيجي هنا نتكلم على التغيرات اللي هتحصل في الادز بالتحديد. تمام. اول بوينت واول ملحوظه هنا، التغيرات مش هتكون كبيره زي الاس ام. يعني التغيرات في الادز وكده مش هتكون كبيره، بل العكس هو متوقع ان هي تكون احسن. تمام. بمعنى ان الكواليتي بتاعت الليدز مثلا اللي انت بتجيبها والاداء متوقع ان هو يكون احسن بكتير، بسبب ان الاي اي مودلز هتاخد مننا كم داتا اكبر، ومن ثم هتدي الاعلانات كواليتي اعلى. طبعا من العملاء بتوعك يعني لما تاخد منهم داتا يعني والكلام ده كله. تمام. الحاجه اللي بعد كده، الناس اللي متابعه او اللي شغاله في الميديا باينج من زمان هيلاحظ ان كل فتره كل ما المهام اللي مطلوبه منك بتقل. ده بجد الموضوع ده مرعب. تمام. الاول كنت لازم تعمل وتبدا تحلل وتشيل وتحط وتزود وتغير وتبدا متابع البرفورمانس على حاجات كتير. بقى دلوقتي اصلا، مش دلوقتي تحديدا يعني، من فتره يعني، ومن سنين اصلا يعني عامه يعني، في توجه كبير ان انت اصلا لما بتتزنق في الاودينس بتاعك انت مش بتحط حاجه اصلا، سيبه مفتوح. والفيسبوك لوحده وتيك توك لوحده ايا كان البلاتفورم بقى، مش هتكلم عن حاجه معينه. تمام. هتلاقيهم هم بيحللوا وبيشوفوا المستخدمين بتوعك وتفاعلهم وبيجيبوا الحاجات المشابهين ليهم، وبيجيب لك عملاء. متخيل الموضوع اصبح ازاي؟ طبعا مش معنى كده ان اي حد كل من هب ودب هيخش يعمل اعلان، لا. تمام. بس الفكره ان الشخص الشاطر اللي بيعرف يعمل رساله اعلانيه، دي حاططها هنا، دي مهمه جدا. الشخص اللي بيعمل رساله اعلانيه كويسه بديزاين كويس، بيعرف يلقط العميل كويس، ده اللي هيعرف يكمل. لان موضوع عملان الاعلانات مش هيكون اسهل منه بعد كده. تمام. بلس برضو ان المهام بالبادجت الصغيره هتبدا تندثر. دي حاجه هي بدات بصراحه اصلا يعني. تمام. اغلب الناس اللي كانت بتشغل اعلانات بادجت بسيطه، اللي هو مثلا 500 الف في اليوم، حاجات زي دي مثلا. تمام. الناس دي هتبدا يميلوا ان هم يشغلوا اعلاناتهم بنفسهم. خلاص كده انت عندك الاي اي مودلز بدات تسهل عليك، بالاخص ميتا على فكره بارزين جدا في القصه دي. تمام. صح ان هو لما يجيب حد، هي الار او اي عنده هيكون احسن والاداء هيكون احسن والكلام ده كله، لما حد يبقى خبره هيعرف يهندله الدنيا وكده. بس ستيل الشخص هيعرف يتعامل بنفسه. تمام. عندنا برضو كذلك موضوع موضوع جوجل مش هيتاثر بالتفاصيل دي بشكل كبير. تمام. الا الكامبين بتاعه البرفورمانس ماكس، او بنختصرها بكلمه بي ماكس. تمام. النوع ده من الكامبين هم بيجربوا طبعا كل حاجه تقريبا عشان يظبطوا الدنيا وكده. فكامبين البي ماكس دي بتجمع الداتا وبيتعاملوا هم بالاي اي بشكل بصراحه يعني حاجه ممتازه جدا جدا البي ماكس دي. تمام. هي اكتر من اكتر الكامبينز اللي بيتم تشغيلها دلوقتي بجانب السيرش يعني. تمام. ولكن برضو في هنا بوينت، دي انا ذكرتها في السريع رغم ان هي مش موضوعنا يعني، بس انا حبيت اذكرها. ما ينفعش تشغل البي ماكس وانت مش عندك داتا قديمه على الحساب الاعلاني بتاعك يعني. يعني مثلا حد لسه بادئ جديد يروح هوبا شغل بي ماكس على طول، لا. البي ماكس بتشتغل احسن لما انت تكون مثلا عامل كامبين سيرش وجايب منها اداء كويس لمده مثلا، فالبي ماكس بيعتمد على لو عندك داتا قديمه بيكمل. زي فكره الادفانتج بلس بتاعت ميتا يعني. نفس الفكره بس كونسبت مختلف يعني. تمام. عندك البلاتفورم مثلا زي لينكد ان وزي اكس، لا دول متاخرين شويه حلوين في الموضوع ده يعني. تمام. بالاخص لينكد ان تحس الاعلانات فيه بدائيه جدا وغاليه جدا جدا. تمام. فدول يعني مش دايسين قوي في الموجه دي، بس متوقع ان هم يلحقوا الباقي يعني. تمام. بالاخص اكس يعني مع ايلون ماسك، ما اعتقدش ان هو هيسيبه كده لان هو بيخسر يعني، وممكن يضيعه في اي لحظه اصلا. تمام. عندنا تيك توك. تمام. تيك توك طبعا سبب شهرته وسبب قوته هو الخوارزميات بتاعته اللي تعتبر في غايه التميز. تمام. فده مميزته يعني، فهو معتمد كتير على الاي اي وستيل بيعتمد عليه. بس مشكلته ان مستقبله مهدد بسبب حواراته في امريكا. تمام. مش هندخل فيها يعني، ممكن تسيرشوا عليها يعني. امريكا عاوزه ان هم تبقى الداتا سنتر عندهم. المهم يعني هو خلاف كبير كده يعني، واحتمال في شهر واحد لو هم ما وافقوش ممكن يحظروه من امريكا، وممكن يعملوا جلسه استماع، قصه كبيره يعني كده. فالناس اللي بتشتغل تيك توك بس الحقوا يشوفوا حاجه ثانيه. تمام. بالنسبه لسناب شات، تمام، فهو ستيل متاخر شويه. تمام. ودي بصراحه انا مش عاوز اجزم فيها، لان انا سناب شات انا مش شاطر فيه جامد يعني. فسناب شات يعني لو حد شاطر فيه يعني وكده ممكن هو اللي يفيدنا بالموضوع ده. سناب شات يعني تجاربي معاه قليله وما اقدرش احكم عليه مقارنه بالبلاتفورم التانيه. تمام.
فنقدر نقول دول اهم الكام بوينت الاساسيين. تمام، نلحق نشوف الكام كومنت هنا عشان ايه البتاع ما يفصلش. دي شفناه. هو للاسف جدا جدا الميديا باينج محتاج تجربه. للاسف دي اكبر كارثه موجوده. يعني انا ممكن اديكم مثال بسيط. من ضمن الحاجات اللي انا لو انا عاوز اجربها، كنت باجيب مثلًا أطلّع ميزانية أيًا كان اللي أنا هاقدر عليه، وأبدأ إن أنا أبيع منتج حتى لو أنا مش باملكه. أنا باعمل إعلانات لمجرد إن أنا أبدأ إن أنا أشتغل وأجرّب وأعرف وما أعرفش إيه. فالمشكلة مش في الكورسات، الكورسات مالية النت في كل حتة، بل إن أصلًا الأحسن لمّا تيجي تذاكر أي حاجة، سواء بتذاكر برمجة أو أي حاجة، تذاكر من الdocumentation بتاعة الشركة. يعني مثلًا أنا مثلًا لو باراجع على جافا سكريبت أو CSS أو كده، بادخل على أو حتى PHP. الحاجات دي رغم ان انا يعني مش بشتغل بيها جامد، بس انا ستيل دارسها. بس برضو الحاجات دي بتتنسى لو انت مش بتمارسها بشكل دايم. فانا في المعتاد كده كل فتره بفتح W3 سكولز، بقرا من الدوكيومنتيشن نفسها. دي احسن طريقه بتثبت المعلومه، وبصراحه من حاجات علميه كتير يعني كنت قراتها ان الطريقه دي نفعت معايا يعني. فهو يفضل المذاكره تكون من الدوكيومنتيشن بتاعت الشركه. تمام، كل شركه هتلاقيها عامله دليل من اوله لاخره، ازاي تعمل وازاي تسوي وازاي تخلي والكلام ده كله. تمام. ليه مش بحب ان انت تاخد المعلومه من شخص؟ لان الشخص بيكون متاثر بقناعات سابقه. دي حاجه انا كنت قلتها كتير. حتى لو انا مثلا بشرح لكم حاجه، انت تاخدها وتدور ورايا، ده الصح عشان انت تبني تصورك بشكل احسن. ليه؟ لان انا ممكن ادي لك تصوري، وتصوري ده اكون انا متاثر فيه بالكواليس. زي ما انا اديت لكم مثال قبل كده، بان انا كنت قايل مش بحب اعلانات تيك توك بلس الباك لينك. تمام، ده لاني بصراحه بشوف في مشكلتين هنا لو هقارن ما بينهم. دي بتنفع في مكان تاني وفي مكان تاني. والباك لينك بسبب مرات مختلفه وعقاب وتحديثات والكلام ده كله، انا متاثر بخلفيه. تمام. يمكن حد تاني من يعني الحاجات دي بالنسبه له جايبه معاه ايجابيه في مجال معين، بس يروح يقول لك دي احسن ودي احسن واعمل واعمل. بس ده غلط. ليه؟ لان السيناريو اللي هو اتحط فيه غير اللي انا اتحطيت فيه، غير اللي انت ممكن تتحط فيه. فعشان كده يفضل تذاكر من الدوكيومنتيشن. موضوع بقى الشغل وكده، الميديا بانك لازم بالتجربه. تمام، للاسف مهما شفت كورسات مهما حاولت، لازم التجربه هي اللي هتحكم، بالاخص لما تخش سكه البرفورمانس ماركتنج. تمام، دي بقى اللي فيها تريكات واللي فيها شطاره، ان انت بتعمل بالميزانيه اللي موجوده معاك تطلع باحسن ROI ممكن. طبعا دي بقى لازم تجربه، ولازم تجربه في المجال. عشان كده دايما بتلاقي ايه، لو شركه مثلا شغاله في الاي كوميرس، بيقول لك انا عاوز حد ميديا باير اي كوميرس، وبيتك على كلمه اي كوميرس. لو تلاقي مثلا حد عقارات يقول لك انا عاوز ميديا باير عقارات، لان لو هوش ميديا باير تنين وعامل احلى شغل، لما بيخش مجال جديد بيتصدم. كل حاجه مختلفه. تمام، مش مختلفه بالمعنى الحرفي يعني، بس عقليه الجمهور مختلف، الاداء مختلف، الاسعار مختلفه، طبعا المنافسه مختلفه، الرساله اللي انت عاوز توصلها للعميل مختلفه، كل حاجه تبقى مختلفه. فلازم تجربه للاسف يعني. ال- الماسنجر بالظبط، الماسنجر موجود في نفس الشيء. اعتقد أول في مصر. لا، هو هنا انا مش فاهم ازاي متواجد في جوجل ماب في مصر وبتستهدف الخليج. لا العكس، بل على فكره ال 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 النوع ده من الحاجات، رغم ان هو كويس ان يكون ليك فرع، بس لما بتكون فروعك معروفه في مصر والسيرش انجن عارفين ان انت في مصر، وبتكون متواجد في الخليج، ده في بعض الحالات بيجيب معاك نتيجه عكسيه. لان السيرش انجن بيعتمدوا على تواجدك في المكان عشان يعرفوا ان انت شخص لوكالايزد للمكان ده. تمام، دي انا كنت شارحها في الفيديو بتاع المابس على فكره. الموضوع ده مهم جدا جدا يعني. تمام، بس في المجمل يعني ده ما يضرش طبعا، بس هو الاحسن. فالاحسن ان انت لو عندك فرع في السعوديه، طبعا خليك فرع السعوديه، كنسل مصر خالص يعني. تمام، لو ما عندكش غير في مصر، خلاص بقى حطه، طبعا ده احسن لك من ما فيش يعني. تواجد فيزياء للشركه في مصر، لكن استهدف الخليج. تمام. طالما كده يبقى انت خلاص لازم تسيب فرعك في مصر يعني. هو البتاع هيفصل تقريبا، فايه نقدر نقول ان اكتفينا، وعلى لقاء اخر باذن الله. هو كده كده دقيقه وهيفصل يعني. في بوينت اخيره هنا تخص الموضوع ده، هو لازم تسمع الفيديو يعني اللي فات عشان تاخد بالك منها. تمام. زمان كنت في سيرش كونسول تقدر تحدد اكتر دوله انت عاوز تكون متواجد فيها. دلوقتي بقى يعتمد على الخرائط وعلى الكي ووردز بتاعتك وعلى اغلب اليوزرز بتوعك وعلى عوامل كتير من ضمنهم الخريطه. فاهمني؟ فانت لو مركز على مصر جدا وكل فروعك في مصر وكده، ده وكانهم بيحسوا ان انت مستهدف مصر. حتى بنسبه كبيره لو انت في سيرش كونسول عندك هتلاحظ ان بيجيلك زوار كتير من مصر. هو الميتنج فصل بقى. يلا، السلام عليكم.